فيديو النهارده هنتكلم عن الاختلاف، وايه الفرق بين الاختلاف والخلاف، وايه الفرق ما بين الاختلاف والخلاف والشذوذ. انك تبقى خارج القاعده تماما، ما بتسمعش كلام حد ولا القواعد الدينيه ولا العادات والتقاليد ولا بتسمع كلام اي حد. لو عايز تفهم للاخر كمل معايا الفيديو. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. اول نقطه هنتكلم فيها وهو الاختلاف. ايه هو الاختلاف؟ الاختلاف هو اختلاف الاراء. الاختلاف هو الاختلاف في الاراء. طب ايه هي الاراء؟ الاراء بقى سياسيه، دينيه، اجتماعيه، اقتصاديه، دينيه، علميه. اي نوع من الاراء بيبقى تحت الاختلاف. انك بتختلف في الراي، اي نوع من الراي هو اختلاف. اختلاف الراي هو الاختلاف. طب الاختلاف الاراء دي متقسمه انواع سياسيه، دينيه، انا بتكلم عن الكون، انا بتكلم في حاجه ثقافيه، انا بتكلم في حاجه علميه، انا بتكلم في الدين، انا بتكلم في الالهيه، انا بتكلم في ايام الجاهليه، انا بتكلم على الادب في العصر الجاهلي، انا بتكلم في اي حاجه عامه. ده اسمه اختلاف في الراي. بص يا صاحبي، احنا اتكلمنا عن الاختلاف، والاختلاف هو الاختلاف في الراي. نيجي بقى نتكلم على حاجه مهمه الناس تغفل عنها، وهو هل الاختلاف ده يبقى ملوش قواعد؟ يبقى خارج عن الدين والمله والعادات والتقاليد وعن كلام الناس وخارج عن اي حاجه؟ لا. طب يبقى محكوم بايه؟ او ممسوك بايه؟ او محاوط بايه؟ بحاجه تسمى القواعد الدينيه. القواعد الدينيه، ايه هي القواعد الدينيه؟ وازاي انت ما بتقولش العادات والتقاليد؟ وازاي ما تقولش نسمع كلام الناس؟ بص، لا كلام ناس ولا عادات وتقاليد، احنا نمشي بالقواعد الدينيه. انت بتقول ربنا موجود وانا بقول لك ربنا مش موجود، استغفر الله، يعني هنرجع للدين. الدين بيقول ايه؟ الدين اهم قاعده تمشي بيها. طب يا علاء انا كده هظلم الناس ومش هسمع كلام الناس. بص يا صاحبي، انا ماشي بقاعده اللي الدين يقوله الناس هتقوله، ولو الناس ما قالتهوش يبقى الناس غلطانه مش الدين اللي غلطان. يعني انا بقول لك ربنا موجود والدين بيقول لك ربنا موجود، والراجل ده بيقول ربنا مش موجود، هنبص للدين. الدين بيقول لك ايه؟ ربنا موجود، وهو بيقول ربنا مش موجود، يبقى من الصح الدين. حلو، يبقى احنا قلنا الاختلاف هو اختلاف الاراء وهيبقى ممسوك بقواعد دينيه. تمام. اهم حاجه بقى الاختلاف واحنا بنختلف ما يتحولش لخلاف او شذوذ، وهنتكلم على الموضوع ده. يبقى واحنا بنختلف ما يتحولش للخلاف او الشذوذ. طب الاختلاف يبقى نهايته ايه؟ نهايته يبقى ليه نقطة للنهاية، يبقى ليه نقطة للنهاية، مش مهم نقطة بداية، أهم حاجة نقطة نهاية، ملتقى طرق، ملتقى أفكار. أنا بقول لك الأرض بيضاوية وأنت بتقول لي كروية، فهنيجي نبص الدين بيقول إيه؟ بيقول دحاها، الدحية اللي هي البيضة، الدحية اللي هي البيضة، ما قالش كرة، هو قال دحية، يبقى البيضة، يبقى الأرض بيضاوية. في النهاية اللي كان بيقول كرويه يتفق مع اللي كان بيقول بيضاويه بعد ما بصوا فين؟ في الدين. يبقى احنا كده دي اسمها نقطه لالتقاء الايه؟ الافكار، اللي هي نقطه التقاء الطرق، اللي هو الدوران اللي العربيات كلها والطرق اليمين والشمال والقدام واللي ورا بتتصل فيه، بتيجي في النص وتقف. حلو. نيجي بقى على النقطة اللي قبل الأخيرة، وهي حاول يكون نقاش مش جدال. إيه الفرق ما بين النقاش والجدال؟ النقاش الإنسان أكثر شيء جدل، وده اللي ربنا قاله. طب يا علاء أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول لك إن النقاش إنك تبقى أنا وأنت بنتكلم، لا بنعلي صوتنا ولا بنقل أدبنا ولا عايزين نقوم نمسك في بعض، ده النقاش. أما الجدال اللي هو أنت عارف إن أنا بتكلم صح وبرضه عايز تكسب نفسك. يا عم انا بقول لك بيضاويه وانت تقول لي كرويه، يا عم الدين بيقول كذا، يقول لي بعيدا عن الدين. هو ايه اللي بعيدا عن الدين؟ هو ايه اللي بعيدا عن الدين؟ هو احنا بنقول بعيدا عن الدين؟ احنا مش هنسمع كلام الدين يعني؟ انت ملتك ايه؟ يهودي ولا ملحد؟ يبقى احنا بنتكلم، يبقى الموضوع نقاش مش جدال. النقطه الاخيره الخلاف والشذوذ. الخلاف هنقوم نمسك في بعض. حلو. الاختلاف مش الخلاف هنقوم نمسك في بعض. الاختلاف نهايته ملتقى افكار، هنتفق مع بعض في النهايه. الشذوذ لا انت خلاف ولا انت اختلاف، انت خارج عن القاعده عامه. انا اقول الارض بيضاويه والولا يقول كرويه، وانت لا بيضاويه ولا كرويه، انت بتقول مسطحه، انت خرجت عن القاعده، ده اسمه شذوذ، انت خرجت عن القاعده عامه. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، وما تنساش تركز معايا في منتهى اونلاين. هتكون على الرقم اللي لازم تنقش ده، وهتكون بسعر رمزي جدا باقل من نص دولار، ب 25 جنيه يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.